بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش عارف اقول ايه وابداها منين، واللي قلته المره اللي فاتت هرجع اقوله المره دي. وصوتنا راح من اللي بيحصل، واعصابنا تعبت من اللي بيحصل، وقلبنا وجعنا من اللي بيحصل. هو احنا كده مش هنكمل الدوري اصلا، ولا كده هنكسب كونفدراليه، ولا كده هناخد كاس مصر، ولا هناخد اي حاجه. احنا بالمنظر ده مبلطين، وهنقول يا رب نقعد في الدوري، وهنقول يا رب نعمل اي حاجه. طول ما انا مستمر على غبائي، فانا هفضل غبي واستحمل اللي انا بحصلش. واللي بيحصل في نادي الزمالك ده غباء. غباء من مين؟ انا قدامي دلوقتي احاسب اوسوريو، احاسب مدحت عبد الهادي، احاسب احمد مجدي. هم دول الناس اللي احاسبها. احاسب عبد الواحد السيد، احاسب عبد المنصف اللي بسم الله ما شاء الله عليه زي ما كان حارس ثلاجه مخلي صبحي حارس ثلاجه ما شاء الله. يعني انا صبحي مشيته من نادي الزمالك ايام ما كان بيلعب علشان مستواه بينزل، واروح بعد العمر ما يخلص اجيبه يمسك مدرب حراس عشان صاحب ميدو. صح يا مرتضى؟ فانا مش فاهم، انا مش فاهم يعني. والله انا ما قاعد عندي رأي. العكاك او العرباجي اوسوريو باللفظ كده لعب بصبحي، احنا صبحي مجبرين يعني زي ما بنقول ايه، حاجه كده لازقه فينا عشان عواد مصاب. فمش هنقدر نقول ننزل معز الصغير ينزل يلعب مكانه. يعني مع احترامي له، فيعني مش هنزله ماتش زي ده ادفنه. تمام. العب بمين في الدفاع؟ وبالمناسبه يعني رغم طرد محمود علاء وعصبيته الغير لازمه، محمود علاء من المدافعين الكبار، والمدافعين اللي رجعوا يعني واقف كويس وبيساعد دفاع نادي الزمالك كويس، احسن من حسام عبد المجيد واحسن من الزناري واحسن من عبد الغني. فمحمود علاء جنب محمود الونش ان شاء الله لما يرجع يعني دفاع نادي الزمالك هيتظبط، او يعني الزمالك يعمل صفقات في يناير. ده لو في نصيب في حاجه يعني، ده لو احنا هيبقى عندنا مجلس محترم يقدر يقوم بنادي الزمالك في الانتخابات ان شاء الله اللي هتحصل يوم 20. فمستر اسوريو عكه بسيطه كده في الدفاع هنقولها دلوقتي. لعب لي بالزناري، محمود علاء، عبد الشافي، وحمزه المسلوسي. نص الملعب رؤى، السيسي، وعمر جابر. في الهجوم ناصر منسي، وتحته ايشو، وتحته نيمار. حلو. حلو. طيب ايه العكه اللي اسوريو عملها في الدفاع؟ حمزه المسلوسي طبعا احنا كلنا عارفين ان حمزه بيلعب باك يمين، العبه سيرد باك. طب الزناري اللي بيلعب سيرد باك العبه باك يمين يا جدع. طيب عبد الشافي اللي كان عامل شوط اول عظمه 10 على 10 اخرجه ليه؟ انا مش فاهم. عبد الشافي اللي كان عامل شوط عظمه وشايل الجبهه بتاعته كويس، فليه ما عملش تبديل الشوط الثاني ساعد عبد الشافي؟ ليه؟ فهمني. ليه اخرج عبد الشافي؟ هتجنني. ليه اخرج عبد الشافي؟ طيب انت عملت 4 تبديلات كويسين جدا. مع غلطه خروج عبد الشافي كنت اتمنى يبقى في الملعب، ولكن انت نزلت لي اوباما، نزلت لي دونجا صاحب الهدف الاول، وبالنسبه لي دونجا احسن مليون مره من رؤى. خرجت لي السيسي ونزلت لي اوباما. تمام. خرجت لي عبد الشافي ونزلت لي شلبي. كنت اتمنى اخرج الزناري وانزل شلبي، كنت اتمنى اخرج عمر جابر وانزل شلبي، مع احترامي لعمر جابر اللي كان عامل شوط تاني كويس، بس انا بتكلم اسيب عبد الشافي ما خرجوش. طيب نزلت ال4 تبديلات دول في الشوط الثاني، والحمد لله ربنا نصفك وجبت الجول التعادل من نبيل عماد دونجا، ثم جبت الجول الثاني من نواش. بال4 تبديلات بتوعك قلبت النتيجه من 1-0 ل 2-1. لسه لي تبديله والدقيقه لسه حاجه و60. اخرج نيمار اللي بيحرك اللعب وانزل شيكابالا. يا جدع هتجنني، يا جدع هتجنني. انت شيكابالا كان ينزل في الاربعه الاولانيين، يا ما ينزلش دلوقتي، يا سيب التبديله الخمسه دلوقتي، يا اما نزله محمد طارق مكان الزناري، او محمد طارق مكان اي حد واقف الدفاعي واقف النص ملعبي، يا ما نزلش شيكابالا. انا بوظت الدنيا ما نزلتش شيكابالا مع احترامي لحبي وعشقي لشيكابالا. ده مش ماتش شيكابالا، او ده مش وقت شيكابالا. شيكابالا يا اما كنت انزله مع الاربعه اللي نزلهم، يا اما ما كنتش انزله خالص.
او انزله بقى في اخر 5 دقايق، في اخر 10 دقايق، لا انا كسبان 2-1، يا اما ازودهم يا اما دافع. فمع احترامي تبديله شيكابالا سقطه فنيه لأوسوريو، سقطه فنيه لأوسوريو، او سقطه فنيه لاي واحد ساعد ان شيكا ينزل. او بمعنى صح انا اصلا مش شايف حد قاعد على الدكه، ولا مدحت عبد الهادي عنده شخصيه، ولا عبد الواحد السيد عنده شخصيه، ولا عبد منصف عنده شخصيه، ولا احمد مجدي عنده شخصيه، ولا اي حد في نادي الزمالك عنده شخصيه، ولا في حد في الزمالك تقدر تتكلم معاه، ولا حد تقدر تجيب منك حقه، ولا حد تقدر تقول نمشي سوريو ونجيب حد تاني. في كلام على كارترون، وكارترون اللي بيكلمه احد المرشحين بقائمه قويه، او بمعنى صح قائمه حسين لبيب. طيب انا رجعت كارترون، كارترون مشى في ايه ورجع في ايه ومشى في ايه. طيب ما علينا، لو جبت كارترون هل هجيب له جهاز كامل اجنبي يساعده بمدرب حراس اجنبي، بمعد اجنبي، بمساعد اجنبي، ولا هضيف عليه ناس مصريين غصب عنه زي المرتين الاولانيين، زي ما غصبت على فريرة واسامه نبيه واحمد عبد المقصود وهدوا الفرقه؟ دلوقتي غصب على سوريو، مدحت عبد الهادي واحمد عبد الغني وعبد الواحد السيد وشويه العك والبلطجه ديت. فده مش نادي الزمالك. انا ما بخافش من حد، ولو حد قادر على حاجه يقولها، ولو انا بقول حاجه غلط يجي يكلمني. نادي الزمالك ضاع، او باللي بيحصل ده احنا كده بنضيع. اللي بيحصل ده احنا بنضيع، عك في التشكيل، عك في التغييرات، عك في كل حاجه، سمسره من لعيبه، او من بدايه من امير بيه مرتضى بشويه لعيبه كسر جابها نادي الزمالك. لعيبه كسر جابها نادي الزمالك. لعيبه كسر جابها نادي الزمالك. امام عاشور مشيته، ما جبتليش مكانه حد. مشيت بن شرقي ما جبتش مكانه حد. مشيت لعيبه كتير ما جبتش مكانها حد. امال زيزو لو كان مشي، انا زيزو عشان مش معاه النهارده انا تايه. زيزو ما كانش معاه الماتش اللي فات تايه. فاعمل ايه؟ ما صدقت لقيت نيمار سد خانه النهارده اخرجه ليه يعني انا مش فاهم ليه، انا مش فاهم يا اسوريو بتخرجه بجد، انا مش فاهم. ف انا تعبت بجد نفسيا وتعبت من اسوريو ومن اللي هو بيعمله بجد. انت بتخترع كوره، كل انت بتعمله عدل على الارض. انا ما بستفادش حاجه من اللي انت بتعمله، ما بستفادش حاجه ولا بتخطفني في حاجه. انا ما يهمنيش حركاتك اللي بتعملها للجمهور وتعاطفك ده، انا ما يلزمنيش بشيء، والله ما يلزمني. انا كل اللي يلزمني حاجه واحده، اكسب، اكسب ما اخسرش، اخد بطوله، مش هطلع وصيف. ده اللي يهمني، ولا يهمني مين لابس تيشيرت، ولا يهمني مين مدرب، واقسم بالله ولا يهمني رئيس نادي مين. انا يهمني حاجه واحده اسمها نادي الزمالك. فكل اللي بيحصل ده عك. عبد الله السعيد الدهن في العتاق زي ما بنقول. والله انا فرحان لعبد الله، بس للاسف فينا. ولكن عبد الله من اللعيبه الكبار ومن اللعيبه المحترمين، وعبد الله بقى ثالث لاعبي هداف الدوري عموما في الكره المصريه. بقى الثالث، 128 جون باين او 100 حاجه و30 جون على ما اتذكر. دونجا هدف التعادل، نضاي الهدف الثاني، ثم رمضان صبحي الهدف التعادل اللي بسبب الزناري غلطه دفاعيه، وصبحي حارس كفته زي اللي بيدربه عبد منصف. فهو ده نادي الزمالك يا ساده. نادي الزمالك ولا بلاش. الماتش الجاي ماتش المقاولين يوم الاثنين في استاد القاهره الساعه 7. جمهور الزمالك ان شاء الله يحجز ال 5000 تذكره استعدادا لمباراه ارتا سوراي في عوده دور 32 في الكونفدراليه، اللي هتبقى بنسبه كبيره يوم الجمعه الساعه 6 برضه في استاد القاهره. وان شاء الله الزمالك يتوافق له على 30000 مشجع، اتمناها يعني، زي ما النادي الاهلي توافق له برضه في دور ال 32 في دوري الابطال على 32 على 30000 مشجع. فده مش احسن من ده، بل بالعكس ممكن نادي الزمالك يطلب اكتر وده حقه، علشان ده ماتش مهم. احنا خسرانين 2-0 بسبب عك وسوريو، بسبب عك وسوريو. فاحنا لازم نكسب هذه المباراه 3-0، 3-0 وليس يدخل فينا اجوان. دخل فينا جون يبقى نكسب 5-1، دخل فينا الثاني يبقى نكسب 7-1. فشفت يا مستر اسوريو عملت فينا ايه؟ شفت العك والبطاطس بتاعتك عملت فينا ايه؟ شفت الجهاز اللي جنبك البطيخه عامل فينا ايه؟ هو ده نادي الزمالك وصل بيه الحال اللي احنا ده كله ده. فانا دعمت، وقفت في الظهر، وسقفت، وطبلت، وقلت حاجات كتير عشان نساعدكم وندعمكم. ولكن اقسم بالله مفيش حد استحق يلبس تيشيرت الزمالك اللي هم 3 4 لعيبه بالكتير. عبد الشافي، زيزو، فتوح، عواد، شيكابالا، يعني
بجد في لعبة كتير تيشيرت الزمالك كبير وتقيل عليها في نادي الزمالك، ولكن أوسوريو النهارده أخطأ في البداية. دفنت لاعب اسمه إيشو، عملت تبديلات غلط، لعبت لعيبة في مراكز غلط، دمرت الدنيا، وفي الآخر النتيجة عدت على خير بنتيجة 2-2، والزمالك الحمد لله خد نقطة، وللأسف هي مباراة تعادل بطعم الخسارة. إلى اللقاء.